مش الحب هو اللي بنكمل بيه العلاقة. احنا بنتكلم في العلاقات اللي ماتت اكلينيكيا، يمكن تقدر تحطها على اجهزة تنعشها. هي دلوقتي عايشة على الاكسجين وجهاز القلب، لو اتشالوا العلاقة دي هتموت. او ممكن تكون اصلا احنا مش حاسين بوجود بعض، كل اللي بيربطنا ببعض سواء كان البيت او ان انا خايف ابقى لوحدي، فمجرد اهي تبقى علاقة وانا متعلق بيه قوي، لكن ولا باخد منها حاجة ولا قادر ادي فيها حاجة، وبنوصل لنا يعني انا حتى ما بقتش قادر اصلح. وفي السلسلة دي بنقول ليه انت مش قادر حتى تصلح، او ايه اللي وصل العلاقة لكده. يمكن تعرف العيوب دي وتقدر تغيرها. خلينا نكون متفقين ان مش الحب هو اللي بنكمل بيه العلاقة. ممكن اكون بحب امي وابويا جدا بس مش قادر اعيش معاهم عشان عيوبهم الشخصية، عشان مشاكلهم قدام مشاكلي. فمش شرط ابدا ان هو عشان يكون بيحبني ان انا اقدر اكمل معاه، او عشان اكون انا بحبه اقدر اكمل معاه. اللي بيخلينا نكمل او ما نكملش هي صفاتنا الكويسة او قدراتنا على الوعي وتقبل الاخر وتقبل نفسنا، او مشاكلنا النفسية اللي بتبقى كتيرة جدا اللي ممكن اللي قدامي يقدرش يتحملها. فهي تكملة العلاقات بطريقة صحية ترجع لاتزانك النفسي، تلبية احتياجات الآخر دون المساس بحدودي، ده نتيجة لصحتك النفسية، مش نتيجة انت بتحب الشخص اللي قدامك قد ايه. فالنهاردة هنيجي على حاجة من اللي بتموت العلاقة اكلينيكيا، ألا وهي الزن. لما عاوز حاجة بزن، لما عاوز حاجة افضل اتكلم 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 اتكلم، لما عاوز حاجة او حاجة مضايقاني اتكلم قوي 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 او مع مشاعري، ولما معوز كان الشخص ده مش موجود، كأنه ملوش لازمة، كأنه خدت منه بريك. الحركة دي اللي انا بسميها احد اشكال البسطرة، لان في بسطرة كتير هتبقى جاية بعد شوية، اللي هو انت عارفني عشان مصلحة، وانت عشان عندك مشكلة في الشغل فبتكلمني، هو انت عشان متخانق مع مامتك فبتكلمني، وانت عشان متخانق مع انتيمك فبتكلمني. لو الحاجات دي مش موجودة انا مش موجودة. نفس القصة لو العكس، لو الحاجات دي موجودة هو مش هيبقى موجود. للأسف في ناس كتير قوي كده، في ناس كتير، في ستات كتير ومتجوزة هي متعلقة بأهلها أكتر منه. لما يكون أهلها مش موجودين، لما يكونوا أختها اتجوزت أو أخوها مبقاش موجود، تبتدي ممكن تهتم بجوزها إلى أن يجي لها شوية أصحاب تاني وتبتدي برضو تركنه على جنب لأن هي ضمناه. في الوقت بقى اللي بتكون ماسكة فيه بتبقى زن 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 زن. فكرة الزن في حد ذاتها بتخليني مش عاوزة أرد عليك. فكرة الزن في حد ذاتها أو الإلحاح بتخليني مش عاوزة يعني لو أنا ما عملتش اللي أنت عاوزة أتجنبك شوية. دي فكرة الزن. فكرة الزن إن أنت ما تعوزني أعملك اللي أنت عاوزه كله. تمام، يعني الزن لوحدها مسيئة في العلاقة، أو بتودي العلاقة في حتة مش حلوة. لكن زن وبعديها ولا حاجة وأنا مش موجود، ففي النتيجة اللي هو لا أنا مش عاوز أتعامل معاك، وأنت بتاع مصلحتك، وأنت مش شايفني، وهيبقى عندي أحاسيس وحشة قوي من ناحيتك. فالطريقة دي أحد أشكال اللي بتموت العلاقة إكلينيكية. راجعوا نفسكم.